مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. زي ما انتم متعودين حلقتنا مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا، وانزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل ما هو جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي يقترب من حسم ملف تجديد عقد حسين الشحات مع الفريق لمدة موسمين بعدما أبدى اللاعب رغبته بالتجديد والاستمرار مع الأهلي، وذلك بعدما تم عقد جلسة من جانب الكابتن سيد عبد الحفيظ مع اللاعب في الساعات الماضية، والذي تم الاتفاق من خلالها على كل الأمور المالية والتعاقدية من أجل تجديد تعاقده. ومصدر يؤكد بأنه لا يتبقى إلا سوى توقيع صيغة العقود فقط للإعلان بشكل رسمي عن تجديد عقد حسين الشحات مع الفريق خلال الأيام القادمة. ويؤكد بأن كان هناك نوع من أنواع المرونة من جانب اللاعب بالتجديد مع الأهلي رغبته القوية بالاستمرار مع الفريق. وكيل المدرب النمساوي إد هوتر مدرب نادي موناكو الفرنسي يؤكد في تصريحات إعلامية بأنه لم يتم التواصل معه من جانب الأهلي بشأن تولي موكله القيادة الفنية للفريق خلال الفترة القادمة. ويؤكد بأنه لم تجري أي استفسارات أو تواصلات للبحث عن إمكانية تدريب الأهلي مثلما ردد البعض في الأيام الماضية. فالمدرب لديه رغبة قوية بالاستمرار في الملاعب الأوروبية وسيغلق كل البيبان أمام الأندية الإفريقية الراغبة بالتعاقد معه، لكن ربما ينتقل إلى السعودية أو الخليج بشكل عام إذا توفر له عرض جيد في الأيام القادمة. تقارير صحفية تؤكد بأن نادي كرمالي السويدي يرغب بتفعيل بند شراء أشرف داري نهائيا من الأهلي بعد تألق اللاعب مع النادي السويدي في الدوري هناك خلال فترة إعارته. وتؤكد بأن النادي السويدي بيستعد لتقديم عرض رسمي للأهلي لحسم التعاقد مع اللاعب نهائيا في الصيف القادم. مصدر بالأهلي يؤكد بأن النادي مرحب جدا بفكرة بيع أشرف داري نهائيا لنادي كرمالي السويدي لعدم احتياج النادي لخدماته. ويؤكد بأن هناك رغبة مشتركة من جانب الأهلي والنادي السويدي لحسم كل الأمور في الأيام القادمة، وذلك لرغبة إدارة الأهلي القوية بالتخلص من خدمات اللاعب نهائيا بسبب الأعباء المالية الكبيرة التي يتعرض لها النادي من تواجد اللاعب على ذمة الأهلي. يستر مدرب الأهلي يؤكد عن سعادته الكبيرة بتواجده في النادي، ويؤكد بأنه لم يستسلم من المنافسة على لقب الدوري وسيبذل أقصى كل ما لديه رفقة جهازه المعاون واللاعبين حتى آخر لحظة من عمر الدوري على أمل حصد اللقب. ويتعجب من كل ما يقال عن هروبه عن النادي أو الاستسلام والتراجع، فهو دائما مقاتل ويتطلع لمعالجة كل الأمور في المباريات القادمة. وفيما يخص رحيله عن الأهلي فيؤكد بأن القرار لم يأتي من خلاله لكنه سيأتي من خلال طرف تاني. وفيما يخص ملف الصفقات فيؤكد بأنه طلب تدعيمات في يناير الماضي ولكن إدارة الأهلي لم تقتدر على حسمها، وإنه أبلغ أحد الأشخاص بالنادي بأنه مش المسؤول عن نتائج الفريق بعد انتقالات يناير الماضي. وجماهير الأهلي عانت طوال الفترة الماضية بسبب تراجع النتائج والمستوى طوال الفترة السابقة، وبتقدم لهم باعتذار عن ذلك. فالفريق لم يكن في أفضل حالاته قبل خوض مواجهة الزمالك وإنبي الماضية. ويؤكد بأن اللاعب أشرف بن شرقي كرأس حربة ليس جديد على اللاعب وسبق وتم تطبيقه أمام الترجي التونسي في بطولة دوري الأبطال، لكن كان هناك خطأ بسيط وقتها تسبب في آثار نفسية على اللاعب. الأهلي يستغل فارق الوقت من مواجهة إنبي والمصري بورسعيد القادمة لتجهيز يوسف بالعمري للدفع به أساسيا في مركز الظهير الأيسر في المواجهة القادمة، وذلك بعد تأكيد غياب أحمد نبيل كوكا عن الأهلي في مواجهة المصري بورسعيد القادمة بسبب تراكم الإنذارات. مصدر بالأهلي يؤكد بأن النادي منفتح جدا على فكرة مناقشة العروض التي قد تصل لمحمد علي بن رمضان خلال الفترة القادمة. ويؤكد بأن هناك استقرار كبير من جانب إدارة النادي بالتخلي عن خدمات اللاعب في الصيف القادم في حال تلقى النادي عرض مناسب من أجل التخلي عن خدماته، خاصة وأن الجميع في النادي لم يعد مقتنع بإمكانيات اللاعب بسبب عدم قدرته على إثبات إمكانياته وقدراته مع الفريق الفترة السابقة، وأن اللاعب لم يقتدر على التأقلم مع الأهلي ويعاني بشكل كبير من عملية الاندماج مع أجواء الكرة المصرية والذي ابتعد بشكل كبير عن مستواه، وهو ما جعل هناك استقرار كبير من جانب إدارة الأهلي بالتخلي عن خدمات اللاعب نهائيا في الصيف القادم في حال تلقى النادي عرض مناسب. الأهلي ينفي كل ما قيل في الأيام الماضية عن تلقي النادي عرض من أحد الأندية السعودية من أجل الحصول على خدمات أحمد مصطفى زيزو في الصيف القادم، ويؤكد بأن كل ما قيل عن هذا الأمر لا أساس له من الصحة وعبارة عن اجتهادات صحفية، والنادي لم يتلقى أي عروض رسمية للاعب مثلما ردد البعض. والأهلي يرفض التفريط في خدمات اللاعب في الصيف القادم مهما كانت المغريات المالية من أجل الحصول على خدماته، خاصة وأن الجميع في الأهلي يعتبر اللاعب من أحد أهم القوام الأساسي بالفريق والذي سيتم الاعتماد عليه بشكل كبير في الموسم الجديد.
حسام البدري يؤكد بأن ما حدث من هتافات جماهير الأهلي ضده خلال مواجهة الأهلي وإنبي لا يعبر عن جميع جماهير الأهلي، خاصة وأن هناك قطاع كبير من جماهير الأهلي ما زال يقدر كل ما قدمته للنادي سواء كلاعب أو كمدير فني حقق العديد من البطولات المحلية والقارية مع النادي. ويؤكد بأنه لم يتسبب في أي مشكلة يوما ما داخل الأهلي، وخطوة انضمامه إلى بيراميدز سابقا جاءت بعد رحيله عن الأهلي، وإنه لم يتخذ أي خطوة ضد الأهلي وتعامل بشكل احترافي بعدما صرح له البعض داخل النادي عن رغبة الجميع بإنهاء العلاقة بالتراضي. الأهلي يستقر بشكل نهائي على إعادة محمد عبد الله للفريق مجددا بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي سيراميكا كيلوباترا، وذلك لاحتياج النادي لخدمات اللاعب مع الفريق في الموسم الجديد لرغبة الجميع بتواجد أكثر من عنصر شاب في القائمة خلال الفترة القادمة. وأيضا بعد تألق اللاعب بشكل كبير مع نادي سيراميكا كليوباترا خلال فترة إعارته وامتلاكه قدرات ومهارات فنية قد تفيد النادي في الموسم المقبل. مصدر يؤكد بأن شركة فودافون أنهت كل اتفاقياتها مع الأهلي من أجل رعاية قميص النادي مقابل 1,222,000,000 جنيه لمدة 4 سنوات بداية من الموسم القادم. ويؤكد بأنه تم ربط العقد بسعر صرف الدولار، ومع كل زيادة في سعر الدولارات تزداد قيمة رعاية الأهلي. تراقب كبير من جانب الجميع بالأهلي نتيجة الإشاعة التي أجراها إمام عاشور على الركبة لتحديد حجم إصابة اللاعب الذي تعرض لها في مواجهة إنبي الماضية، وذلك من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب وجاهزيته للمشاركة مع الفريق في مواجهة المصري بورسعيد القادمة. وتفاؤل كبير في الأهلي بعدما أكد الدكتور أحمد جاب الله بأن إصابة اللاعب عبارة عن كدمة شديدة بالركبة ولا تستدعي لأي قلق لحين ظهور نتيجة الإشاعة النهائية. احمد شوبير يؤكد بانه بالفعل حدث تواصل من جانب مسؤول الاهلي مع الكابتن حسام البدري من اجل توليه القياده الفنيه للفريق خلال الفتره القادمه، ويؤكد بان الامور لحد قبل مواجهه انبي كانت قريبه جدا، وان ما حدث من جانب جماهير الاهلي في المدرجات والهجوم العنيف على الكابتن حسام البدري ابعده عن تدريب النادي الى حد ما، ومن الوارد جدا ان يتم تغيير قصه التعاقد مع مدير فني مصري في الوقت الحالي والتركيز على الخيار الاول وهو التعاقد مع مدرب اجنبي. وهتافات الجماهير ضد الكابتن واجهة الامس جعل هناك حاله من القلق الكبير داخل الاهلي للتراجع عن فكرة التعاقد مع مدير فني مصري، لكنه يؤكد بأنه حدث تواصل بالفعل من جانب مسؤول الأهلي في الأيام الماضية مع الكابتن حسام البدري من أجل توليه القيادة الفنية للفريق، والذي رحب بشكل كبير بذلك. فالكابتن حسام البدري لديه رغبة كبيرة جدا بتوليه القيادة الفنية للأهلي خلال الفترة القادمة، ويأمل أن تتم المفاوضات مع النادي، وهو الخيار الأول بالنسبة للجميع في الأهلي في المدربين المصريين المعروضين على طاولة النادي حاليا. الأهلي ينفي كل ما تم تداوله في الساعات الماضية عن تعرض إمام عاشور لقطع في الرباط الصليبي مثلما أكد البعض، ويؤكد بأن إصابة اللاعب عبارة عن كدمة قوية في الركبة، واللاعب أجرى إشاعة طبية في الساعات الماضية للاطمئنان على حالته بشكل أكبر. والجهاز الطبي للأهلي يتوقع جاهزية اللاعب للمشاركة مع الأهلي في مواجهة المصري بورسعيد القادمة في الدوري. يستر مدرب الأهلي يستقر على إقامة مباراة ودية اليوم أمام فريق الشباب بالنادي لتجهيز كل العناصر التي لم تشارك في مواجهة إنبي الماضية بالدوري، ويستقر على منح جميع اللاعبين راحة من التدريبات غدا لمدة 3 أيام لالتقاط الأنفاس قبل العودة لاستئناف التدريبات مجددا. الأهلي يدرس جديا إمكانية البحث لاستعارة محمد عبد المنعم لمدة موسم من نادي نيس الفرنسي بداية من الصيف القادم. ومصدر يؤكد بأن الكابتن سيد عبد الحفيظ يستعد لإجازة نبض اللاعب لاستعارته لمدة موسم خلال الفترة القادمة بعدما رفض العودة للأهلي نهائيا، وذلك لمحاولة استغلال عدم مشاركة اللاعب مع النادي الفرنسي وإقناعه بالعودة للأهلي مجددا. وبكده صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهارده اللي بتمنى تنال اعجابكم. في نهايه حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل ما هو جديد عن اخبار الاهلي.